مين كان يتخيل إن جملة واحدة ممكن تقلب الدنيا كده؟ المخرج عمرو سلامة لقى نفسه فجأة وسط عاصفة هجوم بعد ما قال في برنامج على يوتيوب إن إسماعيل ياسين هو أسوأ ممثل في تاريخ السينما المصرية، وكأن الكلام ده كان ناقص نار. راح مكمل وقال إن المخرج الكبير صلاح أبو سيف برضه واخد أكتر من حقه. بس طبعا الجمهور المصري ما عداش الكلام ده مرور الكرام، والسوشيال ميديا ولعت عليه، وفضل الهجوم شغال لمدة يومين متواصلين. الناس شافت إن اللي قاله مش مجرد رأي، دي إهانة لفنانين كبار أثروا في أجيال، وده اللي خلى عمرو يطلع يعتذر رسميا ويحاول يهدي الدنيا. لكن كتير شايفين إن الاعتذار ده جه متأخر وما كانش من القلب. القصة بدأت لما كان عمرو سلامة قاعد مع الفنان عمر مصطفى متولي في برنامج ليك لوك، وبدأ يتكلم عن الفنانين الكبار في تاريخ السينما المصرية. بس للأسف كلامه ما عجبش حد خالص، بالعكس نزل زي القنبلة على دماغ الناس. الراجل قال بمنتهى الصراحة، واللي ناس كتير شايفينها جرأة زيادة عن اللزوم، إن إسماعيل ياسين اللي الناس بتعتبره واحد من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية هو في رأيه أسوأ ممثل في تاريخ السينما المصرية. تخيل! راح مكمل كمان وقال انه لما كان صغير كان بيحب اسماعيل ياسين، لكن دلوقتي وهو كبير شايف ان فؤاد المهندس احسن منه بكتير. الكلام ده طبعا ما عداش مرور الكرام، ومجرد ما الحلقة انتشرت على يوتيوب الدنيا ولعت على السوشيال ميديا. المصريين اعتبروا الكلام ده قلة احترام لتاريخ الفنانين العظماء، وبدأوا يكتبوا بوستات وتعليقات بتهاجمه بشدة. ناس كتير شايفة ان اسماعيل ياسين فنان عبقري وافلامه اثرت في اجيال، ومنهم اللي اتربوا على افلامه وبيحبوه حب مش طبيعي. اما بخصوص صلاح ابو سيف فالكلام عنه بالشكل ده برضو كان مستفز، لانه واحد من المخرجين اللي عملوا افلام عظيمة زي شباب امرأة والسقامات والزوجة التانية. الموضوع ما وقفش عند مجرد هجوم على السوشيال ميديا، ده بقى ترند وكل الناس بقت بتتكلم عنه، لدرجة ان الموضوع قعد يومين 3 شغال نار، وكل شوية حد جديد يدخل في القصة. في ناس اعتبرت عمرو سلامة بيحاول يلفت الانتباه ليه، وناس قالت انه اتكلم بطريقة مستفزة بس ما كانش قصده يهين حد، وناس تانية شافت انه لازم يعتذر فورا عن اللي قاله. وفعلا مع الضغط اللي حصل والهجوم اللي موقفش لحظة، عمرو سلامة اضطر يطلع يكتب بوست على حساباته على السوشيال ميديا يعتذر فيه، وقال انه بيأسف لو كان كلامه ضايق حد، وانه اتكلم بطريقة غير لائقة واخد الموضوع بتهور. قال كمان انه مش المفروض الواحد يتكلم عن شخصيات عامة بالطريقة دي في منصة مفتوحة للناس كلها، وانه غلط لما قال رأيه بأسلوب حاد بالشكل ده. ومن ضمن كلامه انه ما ينفعش حد يقارن نفسه بفنانين كبار زي دول، وان اسماعيل ياسين وصلاح ابو سيف ليهم مكانتهم وتأثيرهم اللي محدش يقدر يقلل منه. الاعتذار بتاعه هدى شوية من الهجوم، لكن مش كل الناس تقبلته. في ناس شافت انه بيحاول يلحق نفسه بعد ما لقى الدنيا قامت عليه، وانه المفروض يكون اكتر وعي قبل ما يقول حاجة زي كده. وفي ناس شافته تصرف طبيعي، وان اي حد ممكن يغلط في طريقة التعبير عن رأيه. اللي حصل ده بيورينا قد ايه ان الكلام على فنانين كبار بالشكل ده مش حاجة سهلة، وان الجمهور المصري عنده حساسية كبيرة تجاه رموزه الفنية. اسماعيل ياسين كان وما زال واحد من اهم نجوم الكوميديا، وافلامه لسه الناس بتتفرج عليها وبتضحك من قلبها. اما صلاح ابو سيف فما حدش يقدر ينكر انه قدم افلام عظيمة اثرت في السينما المصرية بشكل كبير. عشان كده لما يجي حد يتكلم عنهم بسلب لازم يتوقع رد فعل عنيف من الجمهور. نقدر نقول ان القصة دي علمتنا ان الفنان او المخرج اللي بيشتغل في مجال عام لازم يكون عارف ان اي كلمة بيقولها محسوبة عليه، وانه لازم يختار كلماته بعناية. السوشيال ميديا بقت قوة جبارة، مجرد تصريح واحد ممكن يقلب الدنيا كلها عليك زي ما حصل مع عمرو سلامة. وفي الآخر تفتكر بقى الهجوم ده كان مبالغ فيه، ولا شايف ان الجمهور عنده كل الحق في اللي عمله؟